مرحبا بكم في هذه الحلقة. كيقولوا كاينين شي بيبان في الدنيا من الأحسن عمرك تحلهم. بيبان ما كيديوش للطريق، كيديو لوقت آخر وزمان آخر. تخيل راسك في قلب ظلام في وسط واحد الدوار قديم فين كل حجرة عندها قصة، وكل ريحة ديال الريح حملة معها همسات الماضي. تخيل معايا غير غلطة وحدة في الطريق تقدر تديك لشي بلاصة ما كيناش في الخريطة، بلاصة اللي النسيان كلاها والزمان واقف فيها، الدوار المنسي. كتبدا القصة بواحد الطوموبيل كحلة قديمة ديال أمين غادية وكتعرج في واحد الطريق مظلمة وسط الجبال. الضواو ديالها بحال شي جوج عوينات مضويين كيحاولوا يشقوا الظلام بلا فايدة. لداخل كانت كاتورزا شادة في يديها وكترعد. كاتورزا بصوت مقبوط: وأمين نقش شوية، راك غادي تطيرنا، هادشي ماشي معقول. أمين بضحكة متوترة: تهدني يا كاتورزا، هذه هي المغامرة. قبل ما يكمل كلامه الطوموبيل بدات كتخنخن حتى سكتات دقة وحدة. تفضوا وغرقوا في ظلام كحل. خرجوا كاملين من الطوموبيل والبرد القاصح ضربهم لوجههم. ليلى لأول مرة كتكلم بصوت هادي: شوفوا. تبعوا صبعها اللي كان مشير لواحد ضوء خافت كيرمش بعيد، ماشي ضوء عادي، ضوء غريب. بعد خطوات حذرة وصلوا لمدخل طبيعي بين جوج صخرات كبار. ورا المدخل كان دوار قديم كامل، بيوت ديال الطين بشكل غريب ورسومات عمرهم شافوها. والأغرب سكات تقيل كيخلع، بحال إلا الزمان واقف تما. غير بيوت الطين بعيونهم المظلومة كتشوف فيهم، وداك الضوء الصفر اللي جاي من وسط بحال إلا كيعيط ليهم.